وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها، ما زلنا في باب السواك. عائشة قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم، قال وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي. وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه نحو هذا الحديث. في هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك، وفيه استواك النبي صلى الله عليه وسلم عند قرب وفاته في وقت الاحتضار. فقال المؤلف عن عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها كم؟ عقد عليها وعمرها 6 سنين، ودخل عليها وعمرها كم؟ 9 سنين، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها كم؟ 18 سنة. فعائشة من أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضل عائشة رضي الله عنها، كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها. وعائشة من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولعائشة فضائل كثيرة رضي الله عنها وأرضاها، ولذلك اختلف العلماء: هل عائشة أفضل أم خديجة؟ فجمع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره بين أن خديجة لها الفضل في بداية الإسلام من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ومعاونته، ولعائشة الفضل في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نشرته من العلم وغير ذلك. قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أي عنه عن أبيه أبي بكر. عبد الرحمن هو أخو عائشة من أمها وأبيها، أخوها شقيق. فأبو بكر تزوج بأم رومان، كانت قبل ذلك مزوجة برجل، ثم طلقها أو تركها، فتزوجها أبو بكر، فولدت له عبد الرحمن وعائشة.
وعبد الرحمن رضي الله عنه وارضاه تأخر إسلامه. أما عائشة وأمها فقد كانتا يعني من السابقات إلى الإسلام، وهاجرت أم رومان مع عائشة رضي الله عنهما إلى المدينة. عبد الرحمن بقي وشارك في غزوة بدر مع المشركين، حتى كان أبو بكر يعني يتبعه يريد أن يقتله أي أن يقتل ابنه. هذا في غزوة بدر تجلت يعني عداوة المسلمين والولاء والبراء بين يعني المسلمين والكفار، فأبو بكر كان يريد قتل عبد الرحمن ابنه. وأسلم عبد الرحمن في يعني بعد عام الحديبية، في هدنة الحديبية، بعد صلح الحديبية، قيل في يعني السنة 7 أو بداية السنة 8 من الهجرة قدم إلى المدينة وأسلم، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه جواز أن يدخل الرجل على يعني أخته وزوجته، أخته وزوجها، في أن الرجل يجوز أن يدخل بيت أخته وعندها يعني زوجها، فهذا جائز أن يدخل على ختنه على صهره، إلا في الأوقات التي يعني وفي يعني إذا كان هناك مكان مخصص لهما لا يجوز له أن يدخل إلا إذا كان يعني بيت عام، كما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر، وكما هو معروف ومعهود عند الناس. مثلا هناك يعني غرفة خاصة بهما، فلا يجوز للرجل أن يدخل على أخته إلى هذه الغرفة إلا بعد الاستئذان، يستأذن أن يدخل إلى هذه الغرفة، وأن يستأذن كذلك الزوج، أنه أحق بيت الزوج. أما أن يدخل إلى البيت فهذا يعني يجوز له كما في هذا يعني الحديث، ولأن هذا من صلة القرابة وصلة الرحم. قال على النبي، قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، أي مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدرها، سيأتي معنا أين كانت مسندته. قال ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، دخل عبد الرحمن ومعه سواك يستن بالسواك، فأبده، أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينظر إلى عبد الرحمن وإلى سواك عبد الرحمن قالت فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه كما ذكر يعني بعض الشراح فطنة عائشة رضي الله عنها وارضاها، لما رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السواك علمت أنه يريد السواك، كما في الرواية الأخرى قال فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، من فطنتها رضي الله عنها وأرضاها. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السواك فعرفت عائشة أنه يريد السواك وأنه وهو يحب السواك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، فقد كان كثيرا ما يستاك صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قالت فأخذت السواك
من عبد الرحمن. وهذا فيه جواز يعني أن الرجل يستاك بسواك غيره ولكن يطيبه أي يطهره ويغسله وينظفه. قالت فأخذت سواك فقضمته، أي قيل يعني قضمته أنها قطعت يعني المكان الذي استاك فيه عبد الرحمن، كان يستاك، فهذا مكان قد يعني استعمله عبد الرحمن، فقضمته يعني قطعته بفمها، يعني ماذا نقول؟ قطعته أيوة، مثل ما نقطع بالسكين نقطع الشيء، هذا يعني هذا السواك هذا كان يستاك به عبد الرحمن صح؟ فقطعته بفمها رضي الله عنها، فقضمته قطعته بفمها. وقيل أن في لفظ جاء في لفظ فقسمته بالصاد، أي قطعت المكان الذي كان يستاك لأنه سيكون مفرق صح؟ فقالت فقضمته فطيبته، أي غسلته. ليس معنى طيبته وضعت الطيب العطر، نضع العطر في السواك، لا، فطيبته كما يعني قال الشراح أي معنى غسلته، فطيبته أي غسلته وجعلته طيبا وصالحا للاستواك، يعني أخرجت الغلاف الذي في الخارج. قالت ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، أخذه النبي صلى الله عليه وسلم واستنى به. قلنا هذا في جواز أن الرجل يستوك بسواك غيره لكن يطيبه، يعني يقطع الذي كان يستاك به ويعني يغسله. وجاء أيضا يعني ذكروا في يعني جاء عن عائشة يعني رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها سواك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها سواك فاستاكت به ثم يعني أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السواك وأمرها أن يعني تطيبه له، أي أن تغسله، فاستاكت به رضي الله عنها. قالوا لأجل أن تتبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن ليست هناك موجود آثار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ما توجد آثار إلى الآن، يعني كما ذكر يعني بعض العلماء ما توجد آثار للنبي صلى الله عليه وسلم. أما من يزعم أن هناك تراب، أن هناك حذاء، أن هناك شعر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله باطل ولا دليل عليه وليس صحيح. أما يعني مسألة تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة يتبركوا بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بريق النبي صلى الله عليه وسلم، بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يتبركوا والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر، هذا جائز. أما الآن لا يوجد شيء من آثار، ومن زعم فهو كاذب وليس عنده حجة، يقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، من أين لك أن هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أين جاء لك؟ يقول من فلان. طيب جدك من أين جاء له؟ ما في، ينتهي يقول إلى جدي. طيب جدك من أين جاء له؟ لابد بالسند مثله مثل الأحاديث، يعني عن كذا جدي أخذه من كذا وجدي أخذه من كذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما تقول هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر مثلا في اليمن يقول عندنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إندونيسيا يقول عندنا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي السعودية يقول عندنا شعر النبي، وفي هناك، إذن من نصدق؟ ما توجد آثار. لذلك قال العلماء لا توجد آثار من آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل شعره أو نعله أو لباسه، لا توجد هناك يعني آثار بقيت من آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء فقط يحتالون على الناس ويريدون أن يأخذوا من الناس مال، كمن يدعي مثلا يدعي قبور الأنبياء، قبور الصالحين، خاصة قبور الأنبياء يكذبوا فيها كثير، مثل هود أو قبر النبي هود عندنا في اليمن موجود في حضرموت، أيضا يدعون أنه في العراق، وبعضهم يدعون أنه في الشام. طيب أين قبر هود؟ أنا أدري من الصادق ومن الكاذب، يعني هذا يدل على أنه كذب، ليس كما يزعمون. هذا من باب يعني أول خطوة لإنكار هذا الأمر.
هذا كذب. هذا يقول هنا قبر وهنا. ثم الأمر الثاني، هل يجوز التوسل بالأنبياء؟ هل يجوز دعاء الأنبياء؟ هل يجوز زيارة يعني قبور الأنبياء والطواف عليها؟ ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال لعنة الله على اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهو في سكرات الموت. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم، رحمك الله، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فيعني لا يجوز أن تتخذ القبور ولو كانت قبور الأنبياء، لا يجوز أن تتخذ مساجد. ما ثبت هناك قبر لنبي من الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الأنبياء ما ثبت هناك يعني قبر، ما ثبت هناك قبر لغير النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت موضعه صحيح. إلا قد يكون هناك روايات تثبت قبر نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صحيح ما ثبت إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معروف أين قبر عليه الصلاة والسلام. قالت فاستن به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه، أي استنى استنان طيب. قالت ما رأيته قبل، يعني استن مثل هذا الاستنان، يعني أخذ السواك وجعل يستن به بقوة. قالت ما رأيت فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه فما عدا، أي قولها فما عدا أن فرق، أي بعد أن فرق النبي صلى الله عليه وسلم، ما إن أكمل النبي صلى الله عليه وسلم الاستسنان، يعني استنى وأكمل فرغ من يعني الاستنان بالسواك، استاكوا بالسواك. قالت فما عدا أن فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه بعد أن أكمل مباشرة، أكمل الاستسنان رفع يده ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، أي مات في الرفيق الأعلى، أي أن يجعله الله عز وجل في الرفيق الأعلى مع النبيين. الفريق الأعلى أي الأنبياء الساكنون أعلى عليين، وهم في أعلى منزلة في الجنة. قالت ثم قضى وكانت تقول، هذا يعني تفرح بهذا، كانت تفرح عائشة تذكر هذا من باب الفرح، لأن في هذا يعني فضيلة لعائشة رضي الله عنها، فضيلة لعائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو على صدرها، ومات وهو في بيتها، فقد لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول يعني متى أين أبيت غدا، أين أبيت الليلة أو أين أبيت غدا. فعرفنا نساءه صلى الله عليه وسلم أنه يريد بيت عائشة، فأخذناه إلى بيت عائشة، فمات النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة. فكانت يعني تفرح بهذا الفضل لها رضي الله عنها وأرضاها. قال وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي. الحاقنة ما أسفل من الذقن، هذا الذقن هنا الحاقنة، ويعني وما بين حاقنتي وذاقنتي. قيل هذا الحاقنة يعني ما يعني أسفل من الذقن، ما أسفل من الذقن، والذاقنة ما علا منه. وقيل وهو يعني الصواب أن الحاقنة هي الترقوة، هذه مكان يعني النحر، ولذلك جاء في يعني لفظ في رواية ما بين سحري ونحري، بين صدري ونحري مات النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك مات وهي مسندته إلى صدرها. فالحاقنة هي يعني الترقوة، والذاقنة
قيل ما دون الصدر، ما دون الصدر، ما أسفل من الصدر، أسفل البطن، وقيل هي يعني ما تحت السرة، ما تحت السرة. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسندته إلى صدرها. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو وعائشة مسندته إلى صدرها. قال وفي لفظ فرأيته ينظر إليه، أي عائشة قالت لما دخل عبد الرحمن رأت النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى يعني السواك لعبد الرحمن وإلى سواكه. هذا كما مر معنا من فطنة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قالت وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قال وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع وسواك في فيه كأنه يتهوع. متفق عليه. عن أبي موسى الأشعري تقدم معنا، هو من اليمن وكان صوته جميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. تقدم معنا أنهم إلى الآن يتميز هؤلاء يعني الأشعريون إلى الآن يتميزوا بحسن الصوت، وهم يعني عندنا تهامة، عندنا يعني بلادهم تسمى تهامة الحديدة، من الحديدة، فيمتازون بحسن الصوت إلى الآن. وأبو موسى من هؤلاء كان صوته جميل، ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوم فسمعه يقرأ فانتظر يسمع قراءته، فلما يعني علم يعني يسمع قراءة يسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبو موسى، فلما يعني قراءة أبي موسى، فلما يعني انتهى وعلم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع قراءته، قال لو علمت لحبرت لك تحبيرا، أي لحسنت صوتي أكثر. تقدم معناه أنه يستحب تحسين الصوت. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. هذا فيه أن كما تقدم معنا أن السواك يستحب في جميع الأوقات، يستحب في جميع الأوقات، ولا يشترط أن يكون يعني في فمك يعني رائحة أو قاذورات فقط للتنظيف، لا، إنما يستحب في جميع الأوقات. ليس كما مثلا لا نستخدم هذا معجون الأسنان، ربما لا نستخدمه إلا في يعني أوقات لأجل التنظيف فقط، أي الرائحة أو بعد الأكل، لكن السواك يشرع دائما كما تقدم معنا، يستحب في جميع الأوقات، لكن يكون يعني زيادة الاستحباب في أوقات تقدمت معنا، يعني عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل، وكل دلت عليه أدلة، وعند القيام من الليل لصلاة الليل، وكذلك عند قراءة القرآن. ويعني ذكروا أيضا ما تقدم معنا في حديث عائشة عند يعني قرب الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استاك، فيشرع إذا كان هناك عند يعني أهل الميت يعني أهل الرجل ووقت يعني احتضاره أن يأتوا له بمسواك ليستاك به، يأتوا له بمسواك ليستاك به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يستحب عند تغير الفم، يستحب استحباب شديد، وفي جميع الأوقات، لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولهذا الحديث يا أبو موسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك، ليس وقت صلاة وليس. قال وطرف السواك على لسانه. هنا هذا فيه بيان أن السواك لا يقتصر على الأسنان، حتى اللسان، السواك يكون حتى فوق اللسان، يعني تستاك بلسانك. لهذا
الحديث. قال وطرف السواك على لسانه، وطرف السواك على لسانه. قال وهو يقول أي كأنه يتهوع، كمن يريد أن يتقيأ، يريد أن يتقيأ، يخرج الذي. هذا فيه يعني دليل كما ذكر الشراح يعني يعني استحباب المبالغة في السواك حتى تدخله إلى طرف اللسان لتستاك به. ليس فقط السواك خاص بالأسنان بل حتى اللسان، سوك لسانك، مفهوم؟ لا تقول هذا عجيب، النبي هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا ما يتعلق بالسواك. والسواك يكون من عود الأراك، يكون من عود الأراك. هذا هو الذي جاء يعني الذي يسن الاستواك به. ويعني يشرع استواك بغير عود الأراك كالخرقة، ذكر العلماء، والخشنة، تأخذ خرقة أجل أن تنظف أسنانك بها وغير ذلك، لكن الذي هو مطهرة للفم مرضاة للرب يكون بعود الأراك. ذكر العلماء للسواك فوائد كثيرة، وذكر الأطباء أيضا في هذا يعني الطب الحديث، ذكروا بأن الاستواك بعود الأراك، بالسواك عود الأراك، فوائد كثيرة، منها يعني تطهير، يعني تقوية اللثة، تصفية الأسنان وغير ذلك. طيب، من عنده سؤال أو نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.